أهلاً بيكم يا صحابي في حلقة جديدة. أنا عارف إني بابا وماما دايماً بيقولوا لنا نعمل إيه وما نعملش إيه، وإحنا علينا نطيع ونسمع الكلام. أوقات مش بيعجبنا الكلام وبيكون نفسنا نعمل اللي إحنا عايزينه وبس. تعالوا نشوف أصحابنا يوسف ومريم عملوا إيه في الموقف ده. وزي ما شفنا أصحابنا يوسف ومريم حصل معاهم إيه لما رفضوا يسمعوا كلام بابا. الطاعة لربنا والبابا وماما مهمة جداً، والكتاب المقدس بيعلمنا ده في قصة إبراهيم وإسحاق. يلا بينا نسمعها ونتعلمها من كتابنا المقدس. كان إبراهيم بيحب ابنه إسحاق جداً، لأنه وعد ربنا اللي اتحقق بعد ما إبراهيم كان بقى عجوز قوي وسارة بقيت عجوزة جداً، مستحيل تجيب أولاد، لكن ربنا اداهم إسحاق زي ما وعد. وفي يوم من الأيام ربنا قال لإبراهيم: خد ابنك وحيدك إسحاق اللي بتحبه واطلع على الجبل وقدمه ذبيحة. ذبيحة في الكتاب المقدس دي كانت هدية الناس بتقدمها لربنا. كانوا بيقدموا حيوانات زي الخرفان أو طيور، وكانوا بيذبحوا الحيوانات دي وتتقدم ذبيحة، وبكده يبقوا قدموا هدية لربنا علشان يشكروه أو يتوبوا عن حاجة غلط عملوها. إبراهيم قام الصبح بدري وأخد حماره و5 من رجالته وأخد ابنه حبيبه إسحاق وراح المكان اللي ربنا قال عليه. إسحاق كان شايل حطب اللي هيقدموا عليه المحرقة، ومعاه النار والسكينة. ساعتها سأل باباه وقال له: إحنا كده معانا النار والحطب، لكن فين الخروف اللي هنذبحه ونقدمه ذبيحة؟ ساعتها إبراهيم وبكل إيمان قال: ربنا هيشوف هو خروف للمحرقة. ومشيوا، ولما وصلوا المكان إبراهيم بنى مذبح ورتب عليه الحطب وربط إسحاق ابنه وحطه على المذبح فوق الحطب ومد السكينة، لكن
سمع صوت ملاك بيقول: إبراهيم، إبراهيم، ما تمدش إيدك على ابنك حبيبك. أنا عرفت إنك بتخاف الله بجد وما منعتش ابنك اللي بتحبه عني. إبراهيم بص لقى كبش مربوط، فأخده وقدمه ذبيحة بدل إسحاق. وساعتها ناداه ملاك الرب وقال: يا إبراهيم، لأنك ما منعتش ابنك عني، أنا هباركك وأخلي أولادك وأولاد أولادك قد نجوم السما وقد رمل البحر. هباركهم في كل الأرض لأنك سمعت كلامي. القصة دي بتعلمنا إزاي نطيع ربنا ونسمع كلامه مهما كان صعب، زي ما إبراهيم سمع ونفذ كل اللي ربنا قاله. وحتى إسحاق كان بيطيع أبوه إبراهيم في كل اللي قاله. إحنا كمان لازم نسمع كلام بابا وماما في البيت، والأهم نسمع كلام ربنا ونبعد عن أي خطية أو حاجة وحشة تزعله. تعالوا نحفظ آية النهاردة: أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. رسالة أفسس أصحاح 6 وعدد 1. أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أفسس 6:1. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك، وكمان ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول.